وبلقيس قلتي انا بشوفها عشان ابي اعاتبها، تعاتبينها على شنو؟ ما عزمتني لعرسها. وليش ما عزمتش على عرسها؟ انشغلت. ايش درك؟ والله يا حبيبتي والله. زين انتم في بينكم تواصل؟ بيننا محبه وتجمعنا الصدف. زين هي الخسرانه ان ما حضرتي عرسها ولا انت الخسرانه؟ ولا واحد منا خسران. واستانستي لها؟ فرحت لها. الله يوفقها. نعم. بالعكس كملت نص دينها. هذا فرحتي لكل عروس ولكل شاب ما دخل هالقفص. في تواصل الحين مع حليمه؟ للاسف لا. ليش؟ ما ادري. انت ما خذيتي رقمها؟ ولو خذيته دقيت ما حد يرد. صدق؟ اي. اخاف ما تعرف رقمك. بس تفاجأت انا والله العظيم لما قالت سبب ايقاف برنامجها انا الراقصه السعوديه. انت زعلانه؟ لا مو زعلانه بالعكس. عتبانة. بالعكس. ايه. شيء في خاطر تتكلم مع المذيع قالت سببه الراقصه السعوديه ام عايض. انا كنت ضيفة شرف يعني كنت مفاجأة الحفل مثل ما قالت هي. يعني ما كنت ضيفة أساسية. كانت عريب ومحمد والشاعر المحرتك المبرتك اللي خطبها وخطب بنتها والدته. اي وانت شنو اللي في خاطرك؟ في خاطري الله يسامح. ما جرحت الا نفسها ما جرحتني انا. يعني انت الحين برنامجك لو يتوقف بكره او قدر الله بتقول انا السبب؟ لا طبعا. بتعلق عيوبك على الاخرين؟ لا طبعا. شكرا. بتمثلين مسرحيات؟ والله ما في شيء صعب لكن بصراحة أنا ناوي أعتزل. ليش؟ ناوي تعتزلين بالمرة؟ ناوي أعتزل. والأعراس والمناسبات؟ الله يغنيني عنها. ليش؟ أنت متضايقة منهم؟ أو متضايقة من العمل هذا؟ لا والله لا بالعكس عملي شريف ونظيف والحمد لله. إيه. بس الله أعطاني ولد الحين عمره 10 سنوات. الله يخلي لك إن شاء الله. وعندي زوج كسيح وضرير. والوقت اللي أضيعه في الأفراح وفي المناسبات والسفر والبعد عنهم هم أحق به من الغير. وثانيا أنا صحتي ما تساعدني. صحتي ما تساعدني. يعني صرت أمشي أرجع ما حد بيقبل برقاصة أرجع أو مرحبة أرجع أو فرفوشة أرجع. لا الناس تبغى إنسان صحيح في بدنه. الحمد لله لساني ما إن شاء الله